تخيل أنت تاكل مكان موضع اللي أكل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف أصابعه تاكل خلفه. طبعا هذه مو طعمية مو أكل هذا حق البيت حق أم زينة، الله يحفظها يا رب يحفظ أمهاتكم. ركزوا معي وصلوا الحبيب. أبو أيوب كان دائما يستضيف النبي ويحط له طعام، فالنبي يأكل من هذا الطعام ويجي أبو أيوب يشوف أماكن أصابع النبي، يعني مواضع الأكل من النبي عليه الصلاة والسلام، يتبرك يأكل منها. فيوم من الأيام جاء ضيف النبي عليه الصلاة والسلام عند أبو أيوب، ويا أعز من جانا، فعلا هذه يا أعز من جانا، النبي عليه الصلاة والسلام ضيف عندك، فأسأل الله أن يقر عيننا في النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب، أنتم كل اللي تشاهدوني. فالنبي ما أكل من الطعام، فاستغرب أبو أيوب: يا رسول الله إيش فيك ما أكلت اليوم؟ فقال: إن فيه بصل وأنا لا آكله، يعني ما أحب البصل. قال: أهو حرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن كرهت أني آكله لأنه فيه بصل والملك يأتيني، يعني ينزل الوحي علي والملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، وأنتم تعرفون عاد ريحة البصل كيف قوية. فكان اجتنابه أدبا خاصا للنبوة والوحي، يوضح لأبو أيوب: أما أنتم أيها الصحابة والناس فكلوه، يعني حلال. والنبي أرواحنا الفداء عليه الصلاة والسلام ترك بعض الطعام مرات كثيرة، وليس تحريما، وما حرم هذا الطعام، ليبين لنا عليه الصلاة والسلام أن السنة قائمة على التمييز بين ما يكره الإنسان من أطعمة وبين ما حرم الله عز وجل في الدين. فهذه هدى ورحمة من الله عز وجل لنا. وأخيرا أحبكم في الله، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تأكلون البصل والثوم لأنتم ذاهبين للصلاة أو في مجتمع ناس عشان ما تأذونهم، لأن أنت في المسجد تأذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تحياتي وشواقي، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.